طيب حبايبي، أنا قدمت لكم من قبل عشار المانجا، والبعض طلب إنه يشتي عشار المانجا من جديد، أعيد لهم. فأنا الآن بعمل لكم. معانا شوفوها، واحد جزر تمام، وواحد فلفل أخضر اللي هو بسباس أخضر، ومعانا فص ثوم تمام واحد، ومعانا 3 حبات مانجا اللي هم يعني صغار كذا تمام. شوفوا هذا تغسليه وتنظفيه وتنشفيه يعني قطعة من القماش، من أي حاجة، ولا حتى إن شاء الله كلينكس تنشفيه تمام. الآن نقشر هذا الجزر تمام، نبعد منه القشرة الأولى هذه خلاص تمام، نخرجها. طيب حبايبي شوفوا المانجا فرمته بحيث إنه يكون يعني أجنحة خفيفة كذا. بس شوفوا المانجا اللي مفروض نحن نعملها عشار يكون أبيض، بس إذا في حصل إنك قطعتي الحبة ولقيتي قليل مصفرة، بس قليل، لكن هي مش ناضجة عادي ممكن تعمليها. شوفوا أنا قطعت حبة طلعت يعني عادة يعني فيها يعني قليل صفار والباقي أبيض، عادة قليل أبيض يعني عملته. لما تكون مصفرة شوية عادي ممكن تعمليها، بس هو الأفضل إنه يكون أبيض ما يكونش مصفر. والأبيض علشان تعرفي إنه هذا يعني تمام لازم تعمليه بالعشار، تكون القلب حقه شوفي هذا يكون بهذا الشكل شوفوا، وتكون هذا المتقوليبة هكذا تخرج لك ما فيش شعر لاصق بالمانجا، ما فيش شعر لاصق. هذه اللي تكون عادة ما نضجت نهائيا وهي صالحة للعشار، كنت عشريبة يعني تكون هكذا بهذا الشكل. ممكن تقولي كذا وتخرجيها شوفيها ما فيش فيه شعر لاصق في المانجا هنا خلاص. هذا ممكن تعمليه بالعشار تمام. ومعانا هنا شوفوا القشر هذا حق الجزر اللي فرمناه، ولازم تخرجي ايش من الجزرة هذه لما تبرشيها، تخرجي اللي هنا تقطعيه، ما تخليه داخل العشار لانه يجي فيه احيانا او اتربه اي حاجه. حتى لو غسلتيه ممكن تخرجي من هاي وتخرجي هذا اللي من هنا اللي بالوسط، هذا تخلصي منه وتخلصي من الاطراف، لان هذا دحين انت لو نحن عملناه بالعشار بيكون يعني كده قوي مره واحد ما بينضج لك زي الناس، ما بينضج، لكن هذا ينضج لك على طول بسبب الملح بسبب ينضج. وهنا معانا الفص الثوم فرمناه طبعا كده صغار واستوى بهذا الشكل يعني تكاثر، لانه ما شاء الله الثوم دي الايام يجي لك زي الكبشه تمام. الحبه الفصات طلع لك زي راس حق زمان حقنا. وهذا الفلفل الاخضر فرمناه بهذا الشكل، وهو طبعا قرن واحد بس ما شاء الله انها برضه سمين. المهم خلاص هذا خلاص الان كله جاهز. الان ما علينا الا ايش؟ بحره ونخليه سلام ونعمل له عمايل. بعد ما حطينا الثوم والفلفل الأخضر اللي هو البسباس الأخضر والجزر المانجا الشرايح كلها حطيناهم مع بعض. الآن بنحط الملح شوفوها، 1 2 3 تمام، 3 ملح. طيب الآن معانا هنا شوفوا الكاري تمام، بناخد 1 شوفوا مليانة إن شاء الله تشوفوها، 2 يعني هذا شوفوا 2 مليانين. معانا هنا الكبزرة اليابس مطحونة ومحمصة يا سلام، 1 2 شوفوا 2 يعني مليان، قلنا 2 يتطعفر هو لداخل معلش. معانا حلبة يعني حبوب، ومعانا الخردل اللي هو هذا شوفوها، هذه الخردل تمام اخذنا منها لهنا قليل يعني كذا قبصة كذا خردل، علشان نحن خايفين من الخردل لا يعطي ايش مرارة لو يكون كثير. وحبة البركة والحلبة حمسناها بالنار ونسكبه هنا شوفوا ملعقة ان شاء الله تشوفوها يا رب. نسكبه
بس يكون لما تحمسيه بس إلا خفيف على النار بس كده علشان تعطيله بس نكهة، بس ما تخليه يقول لكم يحرق. شوفوا أعيد وزيد، ما تخليه يحرق بس إلا كده شهفيه يعني. معانا هنا شوفوا الكركم ملعقة مليانة، يعني ملعقتين مليانين. ها نيجي هنا عند الفلفل البودرة اللي هو البسباس بودرة أحمر، تمام. بس هذا الفلفل الأحمر يعني من النوع البارد، يعني مش الحار اللي يلهب، لا. هنا ملعقة مليانة، تمام. وهذا هنا ملعقتين، واحدة مليانة مرة واحدة ناقصة شوية بس، ولا مليانة هي لا مش مسح. وانتي بعد كده تعملي يعني حسب مزاجك اللي تشوفي يعني أريح لك تعمليه، تمام. هذه المواد نخلطها شوفوا كلها مع بعض. شوفوا المانجا يعني عشار المانجا الهندي محتاج يعني إلى البهارات تكون كذا يعني كثيرة، وأنتم لكم الاختيار تزيدوا تنقصوا ولا ما تشتوا. بس الملح شوفوا ضروري الملح يكون كثير. ليش؟ لأن الملح يحفظ لك المانجا أو العشار الليمون أو أي مخلل يحفظه لك الملح. يعني حقي اللي شوفوا المخللات سواء الليمون سواء المانجا والله يجلس أكثر من سنة والله بدون ثلاجة. الآن وأنا في مكة يعني بتحملش يمين علشان عشار، إيش بيسوي لي؟ بتدخل معي القبر. إنما بس عشان أكد لكم إن شوفوا الملح يحفظ ما يخلي يعطب عليكم. والنظافة عندما تكون كل حاجة نظيفة وكل حاجة ناشفة وكل شيء يجلس معك بدون حتى ثلاجة. في ناس يدخلوا الثلاجة ويعطب عليهم مساكين. الآن خلاص بعد ما نداخله كده كله نداخله، تمام. إيش بنعمل؟ بنحمي الزيت، نص الكوب زيت. شوفوا الزيت والملح مهمين إنهم في حفظ العشار، تمام. الآن شوفوا خلاص الزيت سخن ويدخن، يا سلام سلم، تمام. نسكبه هنا خلاص ونبدأ نخلط. في عشار الليمون ما تسخني زيت وتسكبيه فوق الليمون، لا، خليه لما نقضه خلاص يتخمر خلاص النهاية، وقد عملتي له الفلفل الأحمر وقد عملتي له الخل وقد عملتي بعد كده تعملي الزيت من فوق. لكن من قبل لا تخليه يتعرض للحرارة أبدا، يعني للحاجة سخنة تسكبيه فوقه أو يعني المهم نحن لا نفوره ولا نسكب له زيت فاير وعاده، خصوصا الليمون. أما المانجا لازم. شوفوا كيفها محسنة جامد، يا سلام، حلو. الآن خلاص نعبيه الآن في القوارير حقنا. حاولوا تكونوا إيش تهتموا بنظافة العشار علشان ما يعطب عليكم، يكون نظيف يكون ناشف، يكون ما يدك ما تدخل داخله تحوشي بيدك نهائيا، تمام. الآن خلاص شوف كيف محسنة، يا سلام سلم. نبدأ إيش نعمل؟ نبدأ نخرجه للقارورة. أي قارورة قد نقول لكم أي قارورة معك ملي داخله. لو معك حق الجبن ملي داخله القارورة نظفيها وعملي داخله. معك حق المربى اللي هو الجام نحن نقول له جام تنظفيها تعملي داخله. معك قوارير يعني خاصة تعملي. نقول بسم الله ونغطيه، تمام. شوف كيف هذا الربل كذا بيضغط على القطة ما بيخليوش يعني يخرج منه هواء ولا شيء ولا يبس عليه كل حاجة تكون، يا سلام سلم. الآن بحطه في المطبخ عندي، تمام. المطبخ فيه حرارة لأن نطبخ وده وكل ما ساعة الشولة والطباخة نحن نلصيه عشان نطبخ، فتجي حرارة في المطبخ فيبقى ينضج ما شاء الله تبارك الله. وبعد ما ينضج بقول لكم كم جلس. طيب حبايبي هذا حقنا العشار، شوفوا كيف اللي عملناه، تمام. قبل اسبوع عملنا هذا عشار مانجا وطرحته يعني في المطبخ الصدر، ما وديتوش للشمس ولا حاجه، بس كنت كل ما ادخل المطبخ ارجع يعني كذا علشان ايش؟ عشان يتداخل فيه بالملوحه وتنضجه، بس كان بدون خل، تمام. اسبوع بدون خل، بالملح والبهارات، ملح وبهارات فقط
نقول بسم الله. افتحي يا سمسم. شوفي ما تكوني تفتحي لما تدخلي المطبخ تفتحيه كل يوم، لا ابدا، اخر لحظة بعد الاسبوع تفتحيه. قول بسم الله أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله. شو كيف ان شاء الله تكونوا شوفوا محسنة ومحسنة. يا سلام سلم. الآن بنسكب له الخل. معانا هنا شوفوا نص الكوب خل. تمام. نسكب الخل. الذي ما تحب الخل تخليه بالملح بس، وتكون لما تشي تخرجه يعني تعمل له، لو تعمل له قليل يعني فلفل أحمر مطحون، مطحون مش بودرة يعني سائل، تعمل له اللي تشتي. أما الذي عادي عنده لازم تعمل خل، تسكب له الخل، عشان الخل طبعا بينضجه، بيخليه يعني ناضج كده وحليوة، وكمان يعقم، يخليه يفسد لك، والملح كمان ما يخليه يفسد. شي كيف ها؟ يا سلام سلم. حلو 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 حلو. البهار اللي داخله كيف جامد محسن. خلاص الآن عملنا له حقه. تمام. الآن تتركيه. احنا تركناه من قبل اسبوع، الآن بنتركه كمان اسبوع بالخل. بعد كذا نجي ناخذ منه، نخليه الآن بندعله الاسبوع الثاني، وبعد الاسبوع الثاني بوري لكم ان شاء الله يكون خلاص نضج. يلا ناخذه الى مكانه الاساسي المطبخ. باي. شوفوا حبايبي الآن نفتح العشار حقنا بعد ما مر على الأسبوع الثاني. أسبوع، نحن أسبوع بدون خل وأسبوع مع الخل، الآن أسبوعين هذا. شوفوا كيف محسنة، شوفوا على حلاوة، شوفوا على الشكل. يا سلام سلم. وريحته جنان وطعمه يا سلام. يا سلام سلم. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. على حلاوة حليوة. يعني دايما بضحك حليوة ما بالزي. بعدين انتي بتجيبي الرز حقك وتاكلي مع الرز. احنا نشوفه نعمله فوق الرز. الشار لازم فوق الرز ناكله. معك رز جيبي الرز لا طرحي الشار جنبك لا تاكلي كذا بشهية مفتوحة. بس لا تدخلي فيه ملعقة مبلولة بالمي، ولا تدخلي يداتك تحسي منه بطعم لا، خدي يدك، ولا ترجعي اللي أكلتي منه لا داخله، خليه كذا ما تعملي به هذه الأشياء. والشار لو حصل نظافة يجلس سنة حتى بيجلس لك ولا بيعطل. خلاص خليه في المطبخ، حتى لا تدخليش داخل الثلاجة، خليه في المطبخ. ويلا ونلتقي إن شاء الله في أحسن من كده.